السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على حاجات لازم تعملوها ليالي الامتحان وكمان تعملوها في قلب اللجنة. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة، الحاجات اللي انت وقعت فيها اول السنة لازم تتعلم منها. بمعنى ايه؟ بمعنى كنت قلت لك في اول السنة، لو انت شخص متابع الفيديوهات من اول ما نزلتها هتلاقيني قلت لك كده بالنص: الحاجة اللي تغلط فيها في الأسئلة في الكتب علم عليها بقلم ماركر عشان هتحتاجها ليالي الامتحان. وهنا نروح لأول حاجة مفروض تتعمل ليلة الامتحان، اللي هي أول ليلة امتحان رسمية، اللي هي مادة العربي. هتيجي في مادة العربي، هي أول ليلة امتحان عندك. ليلة الامتحان بتاعة العربي مش هيكون مطلوب منك ضغط نفسي خالص. الصح إنك ما تذاكرش ليلة امتحان العربي. تقول لي نعم ما ذاكرش ليلة الامتحان؟ أقول لك أيوه كده بالظبط، وبالذات العربي كمان. يعني أنت لو مضغوط ممكن تذاكر في أي ليلة الامتحان إلا ليلة امتحان العربي. ليه بقى؟ أقول لك دلوقتي. ليلة امتحان العربي هي أكتر ليلة هتكون وحشة هتمر عليك في حياتك. ضغط نفسي، خوف، قلق، توتر. الامتحان الصبح، امتحان ثانوية عامة اللي احنا لسه كنا بنبتدي فيها. امتحان الصبح، امتحان هيكون مصيري، هيحدد مستقبلي، مش عارف ايه، فهتكون مضغوط. فانت لو شخص مخلص بقى، الصح تعمل ايه؟ بص، شوف انت غلطت كام غلطة. مثلا لو انت اشتريت مثلا كتاب كيان مراجعة وكيان اول السنة والامتحان مثلا، اقعد كده شوف غلطت في كام سؤال وافهم فكرتهم وحلها تاني، وتعلم بقى من غلطك عشان لو قابلك فكرة فيهم من اللي في الامتحان يعني ما تغلطش فيه. كن متأكد انك اللي حلته صح من اول مرة هتحله صح لو جالك 1000 مرة. انما اللي غلطت فيه مرة لو ما اتعلمتش من غلطك فيه هتغلط فيه تاني وتالت ورابع وعاشر. تمام؟ ده اول حاجة. تاني حاجة، الناس اللي بتحل شاومي دلوقتي مطالب منك حاجة: لازم تحط نفسك تحت ضغط وتحط نفسك تحت جو لجنة. ليه؟ عشان انت مش عارف ايه الضغوط اللي هتواجهك في اللجنة. في ناس اتضغطت بسبب كتر الأوراق اللي انت توقعها، وبالذات في العربي. نص الامتحان تقريبا هيضيع منك حوالي ساعة بس في توقيع أوراق كده. حتى لو انت مركز في حاجة هتلاقي الجو بيفصلك. امضي على دي، كل شوية المراقب معدي، امضي على دي، امضي على دي. فعشان كده دايما بقول لازم أول فرع تبتدي بيه هو فرع النحو. ليه بقى؟ عشان بعد كده القراءة والنصوص المتحررة هتكون سبتهم للآخر، فاللي هو الجو بتاع امضي على دي وامضي على دي هيكون مش موجود بقى في آخر ساعتين. فاللي هو هتروق لهم وهتبقى دماغك كله في قلب ورقة. إنما النحو حتى لو حد فصلك فالنحو سهل، هتعرف تلم الدنيا فيه تاني وترجع تستعيد تركيزك. طب ازاي تحط نفسك في جو اللجنة؟ أول حاجة، عايزك كده تشغل فرح في البيت. فرح بمعنى ايه؟ جيب اخواتك بقى لو ليك اخوات صغيرة كده، انا عايزكم بصوا تعملوا دوشة على قد ما تقدروا، موتوا بعض. ليه بقى؟ لما يعملوا جو دوشة قدامك، ما هو اكيد انت مش في لجنة هتلاقي الجو ساكت، مستحيل. اصل اللي جنبك كافيتيريا فمشغل له ام كلثوم على الصبح، لا مش عارف ايه، هتقابل من ده كتير. فانت لازم تحط نفسك في الجو ده عشان تبقى متعود عليه اوريدي لما يجيلك في الامتحان. بمعنى ايه؟ بمعنى اخواتك جنبك بيعملوا دوشة، تمام، ايه بيتكلموا في اصوات، هيكونوا داخلين خارجين عليك. لازم تتأقلم مع الجو ده وفي نفس الوقت تكون بتركز في الامتحان. طب ازاي ادمج ما بين الحاجتين؟ هو ان دلوقتي هما بيكلموك واخواتك عمالين بيتشكلوا ومش عارف ايه، وجو بقى اكيد جو العيال الصغيره ده، هتلاقي الصوت وهتلاقي بتاع. فاللي هو دلوقتي انت بتحاول تخلي مخك يركز اكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت اخواتك جنبك عاملين دوشه. فاللي هو تخلط بين الاتنين، هو ده بالظبط نفس وقت اللجنه. طب حاجه تانية، عايزك اللي هو تقلل وقت الامتحان. بمعنى انك مش ضامن هتاخد قد ايه من 3 ساعات في الامتحان. مش واضح. ورق العربي هتمضي ورق كتير، انت تضمن الورق ده هياخد منك وقت قد ايه؟ هيلهيك قد ايه؟ هيشتتك قد ايه؟ لا. فالصح هو انك
تعمل مثلا الامتحان تحاول ابتدي بالثلاث ساعات. يعني دلوقتي انت اول ما تبتدي شوامل ابتدي حل الامتحان في 3 ساعات، خد وقتك خالص. بعد كده طبعا انت كل ما بتحل اكتر كل ما بتكتسب خبرة اكتر، ده طبعا عارفينه. في ناس قلنا قبل كده ان هي بالكم بالكيف وليس بالكم، ولكن برضو كتر الحل بيفرق، ده اكيد ما ننكرش يعني. فانت دلوقتي حليت كتير، تمام، حليت كتير قوي، تمام، خدت خبرة. فالاول كنت بتحله في 3 ساعات، بعدين بتحله في ساعتين ونص، بعدين بتحله في ساعتين، بعدين بتحله في ساعة ونص. ما تقللش عن كده، لأن طبيعي لو حليت امتحان في أقل من ساعة ونص تركيزك هتتسرع، هتحل حاجات كتير غلط وتفكر إن العيب فيك، والعيب في التركيز وفي السرعة إنك تسرع. فأنت مش مطالب منك كده نهائيا. كل اللي مطالب منك إنك تعمل الامتحان مثلا في ساعة ونص، ساعتين، ماشي مش وحش ساعتين، وتحاول تتأقلم مع الجو ده عشان لو وقت ضاع انت اتعودت عليه. النقطة التالتة بقى، هل من المهم انك تحل امتحانات السنين اللي فاتت والامتحانات الاسترشادية؟ بص هجيب لك من الاخر خالص. امتحانات الاسترشادية بتاعت دفعتكم دي هتكون الاقل اهمية، لان زي ما قلت قبل كده وناس كتير هاجمتني، هي عبارة عن بروفة حرفيا كده، انما لا هي مقياس للامتحان ولا لها علاقة بالامتحان اصلا، هو بس كان بيعرفك شكل الامتحان. طب تمام، انت دلوقتي قدامك تجريبي 21، تجريبي 22، دور اول 21، دور اول 22، دور تاني 22، دور تاني 21، والاسترشادية بتاع الدفعة. حل التجريبي والدور الاول والدور التاني بتوع 21 و22، ولو ما معكش وقت وهتفاضل بين الاسترشاديه بتاعت دفعتكم والتجريبي بتاعنا والدور الاول بتاعنا، لا حل بتاعنا احسن. ليه بقى؟ افكاره حلو، بعيد عن انك هتقابل عته في امتحان الدور الاول بتاع الاحياء بتاعنا، عته حرفيا 6 أو 7 اسئله اصلا يحتملوا اجابتين، ففك. امتحان الكيمياء سؤال الايزومرات واللي هي 3 ولا 4 وتحسب التلاتة في نموذج الإجابة، ففك. فاللي هو الأفكار حلوة، والأفكار دي غالبا بنسبة 99% هي هتكون الشبيهة لامتحاننا. بس في فرق، إن امتحان دفعتكم زي ما قال الدكتور رضا حجازي إن مش هيكون فيها أسئلة تحتمل إجابتين. يعني مش هيكون من الآخر، مش هيكون عندكم العته اللي حصل عندنا. هتبقى مثلا عندك سؤال 2 3 4، سواء بقى عندكم 50 سؤال في المادة، احنا كان عندنا 50 عشان كان اختياري، مش عارف بصراحة انتوا كام، نسيت يعني بالأسئلة المقالي. فالفكرة هنا ان كل الأسئلة اللي هتتسألوا فيها هتكون تحتمل إجابة واحدة فقط وهي الصواب. تمام كده. طب انت دلوقتي نراجع بقى اللي قلته، هتعمل ايه؟ تراجع الأسئلة بتاعت أول السنة والمراجعات اللي انت غلطت فيها وعلمت عليها بقلم ماركر، تراجعها ليالي الامتحان. تعود نفسك على جو الامتحان انك تعمل صوت ودوشة جنبك، تقلل وقت الامتحان عشان تبقى متعود على الضغط عليه، اللي هو تحل الامتحان أبو 3 ساعات تحله في ساعتين أو ساعتين ونص. وبعد كده نروح لنقطة اللي لسه قايلها دلوقتي، قبل ما أقفل. في فرق في الكواليتي ولا ايه؟ عشان حاسس ان في فرق كبير يعني، عشان جبت فون احلى يعني من اللي كان معايا، فعايز رايكم كده. وبس ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.